اهلا بيكم في ريفيوزات. النهارده هنقدم لكم مقارنه بين احدث تليفونين نزلتهم شركه سامسونج، وهم سامسونج جالاكسي اس 6 ايدج وسامسونج جالاكسي اس 6. خليكم معايا. اول حاجه هنتكلم عنها هو التصميم بتاع التليفونين. حجم التليفونين هو نفس الحجم تقريبا 5.1 بوصه، ولكن في فرق جوهري طبعا في التصميم، وهو الايدجز او الحواف بتاعه تليفون سامسونج جالاكسي اس 6 ايدج، وده طبعا هو في الاخر اسمه ايدج بسبب الحواف دي. التليفونين مصنوعين بتكنولوجيا ان هم يكونوا يوني بادي او ما بيتفتحوش، والتليفونين مصنوعين باطار معدني، ودي اول مره نشوف الموضوع ده في الفاميلي بتاعه اس. زائد ان التليفونين متغطيين من قدام ومن ورا بطبقه ازاز اسمها جوريلا جلاس 4 بتحمي التليفونين من الخدش، و4 ده هو اعلى رقم وصلت له تكنولوجيا جوريلا جلاس. لو جينا نبص على الزراير هنلاقي ان التليفونين زي بعض بالظبط في موضوع الزراير. هنا هنلاقي الهوم بutton او المين button، وده حجمه قل عن تليفون سامسونج جالاكسي اس 5. لو جينا نبص من تحت هنلاقي ان شركه سامسونج غيرت مكان السبيكرز وفتحه السماعات، فهنلاقي ان فتحه السماعات موجوده عندنا تحت، زائد الشاحن موجود في النص، وعلى اليمين خالص هنلاقي موجود السماعات او السبيكرز بتاعت التليفون. من الشمال هنلاقي الزرار اللي بيعلي الصوت وبيوطيه، متشابهين تماما في الاثنين. ومن اليمين هنلاقي زرار الباور باتون اللي بيقفل التليفون ويفتحه. في السامسونج جالاكسي اس 5 هنلاقي هنا فتحه الشريحه او فتحه السيم كارد او الخط بتاعك، لان التليفون زي ما قلنا يوني بادي مش هينفع تفتحه، ولكن فتحه الشريحه موجوده في الاس 6 ايدج من فوق مش من الجنب. دلوقتي هنكلمكم عن الاداء بتاع التليفونين. التليفونين موجود عليهم نظام التشغيل اندرويد 5 او اندرويد لولي بوب، وده احدث نظام تشغيل نزلته اندرويد، نظام التشغيل اندرويد لولي بوب. وفي مميزات كتيره في نظام التشغيل ده او في واجهه المستخدم الموجوده في التليفون ده، زي خاصيه المالتي تاسكينج زي ما احنا شايفين، بتخلي في حاجه شغاله فوق وحاجه ثانيه شغاله تحت، وتقدر تشتغل على الاثنين مع بعض بكل حريه. دلوقتي عايزين نتكلم ونعرف ايه الخاصيه اللي بتضيفها الايدج دي وبتخلي الموبايل بتاع جالاكسي اس 6 ايدج مميز عن جالاكسي اس 6 العادي. هنلاقي من الخواص اللي بتضيفها الايدج الموجوده ان انت ممكن تشوف الساعه، ممكن تشوف التاريخ، ممكن تشوف الشحن من غير ما تضطر انت تبص في الموبايل كله. ممكن تشوف لو عندك نوتيفيكيشنز، تقدر تعرف في نتورك كفرج ولا لا. كل الحاجات دي ممكن تشوفها. ممكن برضو لو انت في ناس بيتصلوا بيك معينين، تقدر ان انت تضيف ارقام معينه بالناس اللي بتتصل بيك، كل رقم تديله لون معين، بحيث ان انت بعد كده لو انت في ميتنج او في اجتماع معين والتليفون مقلوب على وشه بالطريقه دي، تقدر ان انت بس من خلال لو حد بيتصل بيك تشوف اللون، تعرف مين اللي بيتصل بيك، وممكن تكنسل عليه من خلال ان انت تحط ايدك هنا لمده ثانيتين على الهارت ريت سنسور. من الحاجات اللي شركه سامسونج طورت فيها بشكل كبير هي الهاردوير بتاعه التليفون، زي ان احنا نلاقي ان التليفونين فيهم احدث بروسيسور نزلته شركه سامسونج، وهو بروسيسور اكزينوس 7420، زائد ان الرام بتاعه هو 3 جيجا بايت DDR4. الارقام الموجوده في البروسيسور او في الرام دي بتخلي ان التليفون يكون سريع جدا معاك في المالتي تاسكينج، او لو انت بتشغل اي ابلكيشن او اي جيم موجوده على التليفون. دلوقتي هنكلمكم عن الكاميرا بتاعه التليفونين. الكاميرا بتاعه التليفونين زي بعض بالظبط، ومن اكتر الحاجات فعلا اللي شركه سامسونج طورت فيهم هنلاقي ان الكاميرا الخلفيه بتاعه التليفونين هم 16 ميجا بكسل، اما الكاميرا الاماميه هي 5 ميجا بكسل، وده رقم طبعا كبير عن السامسونج جالاكسي اس 5. الفتحه بتاعه العدسه هي 1.9، وده بيخليك ان انت تلقط صور حلوه جدا، لما يكون الدنيا ضلمه او مفيش اضاءه كافيه. تمام. زائد ان في كذا خاصيه موجودين حلوين جدا في التليفونين، زي الخاصيه بتاعه OIS، او ان هي تخلي لك الموبايل ما يتهزش عند تصوير الفيديو، او خاصيه زي خاصيه التراكنج فوكس، لو انت بتصور حاجه متحركه بتشغلها من هنا علشان الفوكس ما يهربش منه. بالنسبه للستورج او التخزين بتاع التليفون، هنلاقي ان التليفونين بيجوا في 3 نسخ: 32 جيجا بايت، 64 جيجا بايت، 128 جيجا بايت، لكن اللي هينزل في مصر بس هو اللي معانا هو 32 جيجا بايت، وما ينفعش للاسف ان انت تركب له اي اكسترنال ميموري كارد، فانت لازم تتأيد بال 32 جيجا بايت الموجودين عندك على الجهاز. بالنسبه للبطاريه بتاعه التليفون هنلاقي هنا في اختلاف بسيط بين البطاريتين. هنلاقي ان بطاريه تليفون جالاكسي اس 6 هي 2550 ملي امبير، اما بطاريه تليفون جالاكسي اس 6 ايدج هي 2600 ملي امبير، وهي اعلى 50 ملي امبير من التليفون جالاكسي اس 6 العادي، وده طبعا عشان الايدجز دي بتاخد جزء من الشحن بتاع التليفون. ولكن التليفونين فيهم جميع الخواص الموجودين في البطاريه، ومنها ان انت ممكن تشحنه لمده 10 دقائق ويشتغل معاك لمده 4 ساعات، وان انت ممكن تشحن التليفون بالكامل في 80 دقيقه. من الاخر
تليفون جالاكسي اس 6 ايدج وتليفون جالاكسي اس 6 الاثنين شركه سامسونج طورت فيهم جامد جدا من خلال البروسيسور، من خلال الرام، من خلال الديزاين، ومن خلال الكاميرا بتاعتهم. الفروق ما بينهم قليله شويه، اكترهم تقريبا هيكون في الديزاين، ان هنا في الايدج هنا مش موجوده في جالاكسي اس 6، زائد ان التليفون جالاكسي اس 6 ايدج البطاريه بتاعته ساعتها 2600 ملي امبير، لكن جالاكسي اس 6 ساعته 2550 ملي امبير. التليفونين متوقعين انهم ينزلوا في السوق المصري بسعر جالاكسي اس 6 ايدج هيكون من 7000 ونص ل 8000، اما جالاكسي اس 6 هيكون من 6000 ونص ل 7000. كان معاكم احمد مغازي من ريفيوزات، ودي كانت مقارنه بين تليفون جالاكسي اس 6 ايدج وتليفون جالاكسي اس 6. لو عايزين تشوفوا مقارنات وتقييمات اكتر تابعونا على الموقع بتاعنا ريفيوزات.com، تابعونا على فيسبوك تويتر انستجرام ريفيوزات، واستنوا المقارنه المفصله قريب جدا من ريفيوزات.